السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية اخواني. اخوان، الحلقة هذه حق الثالول او الجدري. اول شيء انك انت تغسل ارضية الهنجر هذا ديتول او بنزين او غاز، ديتول او بنزين او غاز، يعني بالشهر مرة. انت تقتل الحشرة والنظافة مهمة، والحشرة تموت من الطريقة هذه. الحين مثلا غيره شو تسوي؟ تحط هذا ديزل او تسمونه مازوت، تخرم البطل من فوق. انت كذي حشرة ما راح تصير عندك بالطريقة اللي قلت لك اياها. والثانية شوف شلون معلقهم، هذا الثاني طبعا موجود 12 منهم، وهذا الثالث. هذه طريقة الصحيحة، انت تخرمهم تخريم. هذا كله ديزل. انت كذي ما راح يجي عندك اللي هو الحشرة الجدري. الشغلة الثانية انك انت ما يصير تعطي بروتين حار وبروتين قوي وحار وانت ما عندك تبريد. هذا الصيف، اذا جاء الصيف الذرة هذا توقفه اذا ما عندك تبريد. الذرة توقفه اذا ما عندك تبريد. وعلمتكم الخلطة اللي فاتت يا اخوان. 90% من الجدري اللي هو يجي فيه ماي، يعني التابلت او الحبة او الطفح اللي طالع يكون مائي. تدرون من شنو؟ من البروتين الزايد ومن البقوليات اللي هي الحبوب تعطيها الحمام. بروتينها عالي، بعضها يوصل 36 و46، يعني الفول 46 بروتينه. ما يصير تعطي حمام. وين يوديه الحمام؟ الحمام داخل خانة ولا داخل محكر، يعني ما يفرز على طريقة مثل ما تقول، مثل ما علمتكم طفح. فهذه الطريقة انك تخفف بالشتاء، تعطي شوية. يعني شوف بالخمطة الوحدة، يعني بالشيلة الوحدة اللي بيدي تقريبا 10 حبات 5 حبات، مرات 15 حبة تقريبا، بس كافي. دخل علينا الصيف احط لاحم وبياض مع الشعير فقط، وخلص الصيف وادخل على شهر 11 ازيد الكمية نفس هذه، او شهر 10 وبس. وسلامتكم يا اخوان. هذا سبب الجدري. اعطيتكم حل حق الجدري، عرفتوا الطريقة الصحيحة مالت الجدري شلون. ما عاد في شيء اسمه جدري يجيك، خلاص اتبع الطريقة هذه وما عاد في شيء جدري يجيك ان شاء الله. وما الله ويعطيكم العافية وبارك الله فيكم، موفقين خير.